اول حاجه اهم حاجه في رمضان ان احنا ما نهجمش على الاكل على طول. يعني بنبتدي بثلاث تمرات مع كوبايه ميه منقوع فيهم معلقه بذور شيا، وبعدين بنقوم نصلي، وبعدين نرجع ناكل الاكلات بتاعتنا بالترتيب الاتي: بروتين، خضار، شويه كربوهيدرات على خفيف. تاني حاجة ان احنا نأخر السحور على قد ما نقدر، وناخد فيه كمية كافية جدا 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 من السوائل والمية، وممكن برضو ناخد كوباية مية عليها معلقة بذور شيا، واهم حاجة ان احنا نكون ناقعين بذور الشيا قبلها بساعتين. تالت حاجة ان احنا نعمل رياضة قبل الفطار بساعة، وتكون رياضة خفيفة زي المشي، ما نجريش وما نعملش اي رياضة عنيفة. ده هيفيدكم جدا جدا جدا، لان الجسم بيبقى في اعلى حالات معدل الحرق بتاعته. كمان لازم نهتم ان احنا نقلل كتير كتير من كمية الحلويات اللي بناكلها عشان ما نعليش الانسولين تاني. كمان لازم ننام كويس جدا جدا جدا.